وأنا بقرأ النهاردة في المصحف فتحت سورة الرحمن، السورة المحببة لقلب كل الناس تقريبا. من مدة قريت مشهد في السيرة النبوية وقفت عنده كتير، خلاني أتأمل السورة دي من قريب وأشوفها من زاوية جديدة. تعال أحكيلك. إحنا محتاجين نرجع لورا شوية، لبداية الدعوة للإسلام. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ترتيبه رقم 6 في الصحابة. في يوم من الأيام قرر أن يكون أول من يجهر بالقرآن الكريم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واللي كانت مهمة خطيرة جدا ما تستقلش بيها. وفعلا وقف عند الكعبة وبدأ يقرأ سورة الرحمن بصوت عالي وواضح. ولما سمعته قريش وفهموا أن اللي بيقوله ده هو آيات من القرآن انقضوا عليه وضربوه، لكنه رغم الضرب ما وقفش وفضل مكمل تلاوة. وانتهى الموقف هنا، ووقف الصحابة يضمدوا جراحه ويفكروا انه ما كانش لازم يقوم بالمهمة دي، فيرد عليهم بثبات: والله لأعودن غدا وأقرأ عليهم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. القصة مش بتنتهي هنا، بالعكس تقريبا هنا كانت البداية. بنروح لمشهد تاني بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. وفعلا بدأ عبد الله بن مسعود في تلاوة سورة النساء لحد ما وقفه النبي صلى الله عليه وسلم عند الآية 41. وقفه وهو بيبكي ومتأثر من تلاوته. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. مشاهد كتير قوي ربنا كرم فيها عبد الله بن مسعود، بس دايما هتلاقي القرآن جزء منها، زي انه حفظ 70 سورة عن ظهر قلب، وكان عارف كل آية نزلت فين ونزلت ليه. فقال عبد الله بن مسعود عن نفسه: والله لو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منه تناله المطايا لأتيته. وكأن صبره على أذى قريش وجهره بالقراءة خلق رابط قوي ما بينه وما بين القرآن، رابط لا ينازعه فيه أحد، رابط ربنا زرع جواه بسبب صدق وقوة إيمانه. القصة دي بتقولك حاجات كتير قوي، زي إن ربنا لو شاف منك رغبة حقيقية في أي عمل صالح هيقويك ويقدرك ويفتح عليك، وكأنه بيقولك ابدأ، خد الخطوة الأولى وسيب الباقي عليه. لكن مهم قوي تعرف إن لكل شيء ضريبة، وتكون مستعد تمشي في طريق طويل كله صبر وجهاد للنفس. وربنا وعدنا وعد صريح وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. بس يا سيدي، أتمنى تستحضر المشهد ده مع كل مرة تقرأ فيه سورة الرحمن، وادعي دايما: اللهم أرنا في أنفسنا ما يرضيك عنا.